يعني انا مثلا عفروتو لما جبته في الاجتماع، ما انت شوفي هتلاقي في ضحك. قلت له عفروتو انت قايل في كلماتك حاجه، قال لي يا عمو كمان مش يا سياده النقيب، يا عمو انا مش هعملها تاني. قلت له ما فيش اشقط، هو قايل في غنوه ليه اشقط. فانا قلت له من الكلمات دي والعبارات دي لا. طب ما انت قلت قشطه يابا قشطه يابا، دي زي اشقط يعني. قشطه يابا يعني. طب سمعها لي. سمعها لي. ايه؟ سمع لي قشطه يابا. جدا جدا يلا جدا. يلا يا جماعه عاوزين قشطه يابا. انا ممكن ابيع جتتي تدادا كل اللبنات حتتي ترت، واللي يعلي صوته تدادا يبقى ناوي على موته. ده احنا كنا عاملين فيها سخريه. امريكا بعتلنا دولارات بتقول لك علي الطاس، عايزانا نديها خدرات اللي هو فين قشطه يابا؟ ايه؟ ما قلتش قشطه يابا ليه؟ ما هي قشطه يابا. ايش انت من جدا. كمل بقى. انا عايزه قشطه يابا اسمعها بجد. سمعني قشطه يابا من اولها، ما تجيش امريكا. ماشي يعني قشطه يا عمي قشطه. انا والله كنت بحب اسمعها قوي. قشطه قشطه يا عمي قشطه كله كده. انت عارفه ان انا فرحي دلوقتي اللي انا هغنيه لو انت دخلتي معايا مهما اؤجل فيها بتطلب، ما فيش فرح ما بتتغناش فيه قشطه يابا. والله العظيم. والله العظيم. طب بص على الخبر. اتفضلي. ايه الفرق بين المهرجانات وما بين قشطه يابا؟ رديت عليه رد عنيف، وهو عندي هنا على الواتس رد واعتذر وقال لي انا اسف. الفرق انا قلت في برنامج بس هو عشان صالحني، وانا رديت في برنامج تاني قلت له ده جهل، اللي هو كاتبه ده جهل. هو اعتذر لك؟ طبعا. طب انا عايزه اشوف، وريني. مش عارف رقم ما شايفتوش، عندي رساله والله. عايزه اشوف الرساله، عايزه اسمعها على الهواء. صوت فوزي صبري فواز. عايزه اسمع. هبعتها لك بجد والله. خلاص. بص يا خلود، في فرق كبير جدا بين ان ده يبقى نهجك في الغنى وانك تبقى عامله غنوه بتخدم عمل درامي. فريد الأطرش في مجده غنى يا ما جوه الدولاب مزارين في انا وبلاطي حماده هلال عمل انا لا مسطول ولا بتطوح. هل انا اختار تاريخ حماده هلال فانا لا مسطول ولا بتطوح. فؤاد في غنوه. طب لو انا طلبت منك اغنيه راب هتغني دلوقتي؟ والله ما اعرف. قول اللي انت عاوزه. ما اعرفش بطريقتك. ما اعرفش اديها. طب غني اغنيه بطريقتك انت. الكلمات نقي كلمات. بقول لك ما اعرفش اديها، مش عارف هم بيعملوا ايه، انا مش عارف. انت شاعر وملحن. انت مش مصدقاني ليه؟ انا الحته دي ما استهوتنيش خالص. هل ليك سلطه على لبس محمد رمضان في الحفلات؟ هنشوف بقى، احنا خلي بالك في حاجات كتيره بقى هنذاكرها الفتره اللي جايه، اللي هو الوضع غير لائق. لا هو هيندرج تحت. لو رحنا لكده تبقى انت عامله فيها يعني كاني جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا مش هنا يعني. بس احنا هنذاكر كل حاجه، هتذاكري وهنشوف ضوابط كل حاجه، ومن ضمن الاداب والسلوك العام اللي انا طالبه من كل الدنيا هينطبق على رمضان وغير رمضان، على اي حد، على مصطفى كامل نفسه. يعني كل حاجه هنحط لها ضوابط ومعايير. كل الهدف منها هاني شاكر كان بيزعل من محمد رمضان وهو بيقلع القميص. لازم تتأكد. دلوقتي انت تزعل لو هو قلع القميص؟ لو قلع القميص انا هزعل طبعا. انا بقولها لمحمد رمضان حبيبي محمد، قلع القميص والصدر والكلام ده مش هينفع معايا الكلام ده، عشان اجي لك برضه ايه ده؟ انت مش خايف من محمد رمضان؟ يخص عليك ايه الكلمه دي؟ عيب، هزعل منك بجد. مش خايف يزعل منك؟ تسحبي الكلمه دي. لا حقك عليا. خايف من محمد رمضان؟ انا ما اقدرش على زعلك. لا اجيب لك كمان عصير فراوله؟ لا انا ما بخافش من حد ولا لا ابعت لك رساله زي لا خلي بالك. صبري فواز الحمد لله رب العالمين. رسالة. حد يجيب لي الموبايل يا جماعه. لا الحمد لله رب العالمين. مفيش. انا ابني واخويا مش هيكون لهم اعتبارات في الكرسي اللي انا قاعد عليه ده. الكرسي ده كرسي مش سهل، وكرسي ربنا هيجازي بيه زي ما انا قلتها وانا بكرم الناس في حفل الافتتاح. قلت الكرسي ده مش كرسي سلطوي ولا تبتزي بيه الناس. الكرسي ده كرسي هيحاسبك عليه ربنا في عيالك وفي صحتك. كلنا مقدرين اللي انت بتعمله. انا في ايديا امانه والمجهود اللي انت بتعملها، وانا نفسي عارفه فريق الاعداد بتاعي كله لما قعدت قلنا لهم هنذاكر الحلقه جابوا لي حاجات انا شفتها حقيقي. النقابه سابقا كانت ازاي، والنقابه في شهر ونص عامله ازاي، وانا عارفه انك شخص نظيف، شخص محترم. ربنا يحفظك والله العظيم ده حقيقي. كتر خيرك كتر خيرك يا استاذ مصطفى. ده من ذوقك. انت عايزه تحرقي البرنامج بس. والله ابدا.